تمنيت اني انزل اسجد يا ولد. اعوذ بالله. المهم وراحت السالفه وجلس شهرين واطلع وارجع المستشفى مره ثانيه وتصير معي السالفه الموقف مع الجهني صغير علمتكم اللي حادثه نفس حادثي. رجال نفس 6 كسور، ولد صغير ومتوفي معه ابوه ونفسيته زفت. لا اله الا الله. وجدته دخلت عليه شو اسمه كذا اتمشى انا بالمرضى. عقب الفتره قالوا لي تعال عمليه ثانيه واتمشى والقاه. شلونك عساك طيب؟ لاحظت انا الولد نفسيته ما هو عمره تقريبا 16 واسولف انا وياه وسوالف. الولد طلعت من عنده مبسوط يضحك. يا رب. قبل لا اطلع الدكتور ناداني نيف اطلع. يوم طلعت قال لا تشوفك تجلس. قلت ليش؟ قال هذا ما جرثومه وانت عمليتك توها فاتحه خطر وما ادري شلون. قلت طيب ابشر. رحت انا لغرفتي اسمه سليمان واجلس بالغرفه شوي اللي دخل علي رجال شنب احرض من شنب طويل. خاف الله هذا غير صدق. اللي دخل علي ويدخل معي معه ولد شباب. احنا 4 مرضى. وين منيف؟ قلت يا هلا انا ما لي احد بينبع فيه انوز ويجون ويزوروني بس يعني الناس تعرفني كذا ما. وين منيف؟ قلت يا هلا شلونك سك طيب؟ قال انت مريت الغرفه مريت سليمان؟ قلت سليمان من؟ انا ما. قال الولد اللي بالغرفه الفلانيه. قلت قال ابيك تمره شبه يومي وبك. قلت ليش؟ انت من؟ قال انا اخوه هذا خاله. قلت له سلامات ايش فيه؟ انا ما سالت الولد نهائي وش صاير. قال هذا متوفي معه ابوي وجدتي. ياه. ايه والولد صايبته نفسيه وثاني شيء الام بحداد ولا تقدر تجي. يا رب. عرفت؟ تو حادثه تقريبا تقدرون تقول له يمكن اسبوعين او كذا. قلت وش؟ قال نفسيته الولد. واليوم يوم جيناه الولد نفسيته حلوه ومبسوط وسالنا قال زاورني واحد اسمه منيف بالغرفه. انا قلت قبل امشي قلت انا منيف. قال ابيك اسمه. قلت يا بدزل. وكل ما هذا اسحب الكرسي عند الباب من بعيد اسولف عليه. شوي العب انا وياه بلاي ستيشن. المهم انا اعطيه بيتين. قلت جربت يا سليمان احاول احفزه. قلت جربت يا سليمان ما جاك جربت. يا علم ما جاني وما جاك تكفير. في كوعك انت انصبت وبكوعي انصبت والحوض لحقه من قصر وقت تكسير. الله اكبر. المهم طلعت انا قبله. يلا تامر شيء ويعزموني للبيت ويلا وبالله سلمت منهم. اعطيتهم رقمي تقريبا عقبها بشهرين 3 شهور ويدق علي اخوه نايف اسمه. اخوه هو اسمه نايف. لا قال شلونك يا منيف؟ قلت ابشرك. شلونك شلون سليمان وشلون الوالده؟ قال ابشرك طيبين. قال بس سليمان ما هو منتبه لدرسته وما ادري شلون وصراحه والله ما في احد اثر عليه منه كثرك. ما شاء الله. اي والله. كم عمره هذا؟ تقريبا 16 سنه. ما شاء الله. والله ما في احد اثر عليه يا منيف كثرك عقب وفاه ابوي. ابيك الله يرحم والديك تدق عليه وتاخذ علومه وتشجع لدراسته. قلت ابشر وادق عليه. دقت اللي بها اوش وانت ليه وانت والله العظيم عقب ادق عليه قال لا والله ابشرك الحمد لله على الولد. وكل ما هذا فتره جوالي غدا وراح حرق والى يومك ما ادري ايش وضع الرجال. الله. ايوه الله يجمعكم يا منيف. وعقبها قبلها اللي معي متنوم معي طفل بعد يمكن تعطيه ب 14 ما يحطونه بقسم الاطفال بس ان هذا 10 سنوات حطوه من 10 سنوات طفل مع رجال. تقريبا تعطيه ب 14 ب 13 حولها. جايت اصابه في عينه وحادث حربي. مصايب يا اخي مصايب. اي والله. قال ابوه قبل لا يمشي ناداني من بعيد ما يبي يشوف يوصيه علي والولد موجود وانا اطلع له. اللي قدامي امريكي واللي جنبه واحد شايب. هو يناديني وانا اطلع له. قال يا منيف لا اوصيك على الولد انا رجال عندي دوام ولا اقدر ذا والولد عنده عمليه بكره وانا ان شاء الله وقت العمليه بكون موجود بس الليله. قلت ابشر بساعتها واسولف انا وياه وحط على سبيستون. تسلم وياه تعرف سبيستون. اي والله شوي. قلت ايش تبي عشاء؟ السلام ورحمه الله وبركاته. قلت ايش تبي عشاء؟ الباب الباب يربع. الباب.
قلت ايش تبي عشاء؟ بعدك قال- مدللنا. ايه قال ابي البيك. هلا. عاد هو والله ايش فيه ولا عيبه، لسانه فيه والله. ثقل. بيك. في ثقل، اي في ثقل من الحادث، جاي ضرب على الراس يا ومثقل الله. لسانه بس. البيك ولا عيب الله يشفيه. صدقت يعني مفلح. والله ودي اصلها الحين وشلون ما ادري. يا الله. المهم لقيت بالمستشفى. المهم قال البيك. قلت ابشر وانا انزل وادق من البيك. ما ادري شلون هو، انا ما ترى ما قد طلبت من البيك، قلت يوصل احد المطاعم. ايه، قلت يوصل، قال يوصل وادق، ما ردوا علي. قلت ما اوصل، قال ماكد ناتس. ها؟ احد المطاعم. قلت ماكد ناتس ابشر. احد المطاعم. واحد المطاعم وادق على احد المطاعم. المهم وانا ادق على احد المطاعم وانا ادق على احد المطاعم شوي لا كنت القصيده. ايه اسمع، على احد المطاعم يوم دقيت على احد المطاعم ويدخل علي طلبت منه احد المطاعم شوي تقريبا نص ساعه الا جاي الطلب، وانا اخذه واحطه على الطاوله عندي. طبعا من احد المطاعم. اسمع يا رجل، وانا احط الطلب عند طاولته، يلا خلينا نتعشى. قال كم حسابك؟ كم عمره هذا العيش؟ تقريبا 14 13. كم حسابك يقول؟ كم عمره هذا؟ 14 13. قلت كل 19 كل بس كل 19. قال والله ما اكل والله العظيم، قلت حطه على حذف على سريري. كم حسابك؟ امسك ابوي معطيني فلوس، مسك 100. اي والله شوف عشت النفس بالولد ويعطيني 100. قال والله ما اكل غير تاخذ حسابك. قلت يا ولد الحساب ما انا اعطيه اياه، قلت الحساب تقريبا ب 40 ريال، انا ما عندي صرف ال100، خلي ال100 عندك. قال والله ما عليكم السلام. سلام. قال والله ما اكل غير تاخذ حسابك. حلو. يا ولد منتثر. قلت اسمعني، قلت اسمعني، خذ ايش اسمه، خذ العشاء. خذ ال100 والغداء بكره على حساب. يا سلام. انا ذاكر علي إن عنده عمليه تقريبا الساعه 12 ولا هو يما الغداء ولا الغداء. قلت الغداء لا ما هو يما، انا خاف ان عنده عمليه الساعه 12. قال اكيد كذا، قلت اكيد يا رجل خلنا نتعشى. المهم ونجلس نتعشى انا وياه وسوالف وضحك. من بكره صحيت قالوا لي منيف غير غرفتك، وانا قش اغراضي واغير غرفتي. كل ما هذا ارجع على الولد لما جاء ابوه وخذوه نزلوه العمليه، وانا بغرفتي تقريبا الساعه 2 بالليل. لا نفس الظهر 3. عمليته بسيطه، هذه عمليته بسيطه، ما هي بذاك العمليه اللي حتى منومينها مثل البارح. عمليه الصبح يطلع على طول. عملية اليوم الواحد. تقريبا الساعه 2 الساعه 3 كذا شوي الا الولد دخل علي بالغداء. دخل علي بالغداء يا ولد من احد المطاعم. من يا حسن. شوي الا دخلنا علي بالغداء، والله العظيم انا تعجبت ما شاء الله تبارك الله من عزة نفس الولد ذا، وابوهم حرص على الامور هذه ما شاء الله. منيف. والله ما تمشي كم رقمك يا منيف؟ اي والله كم رقمك؟ يقول قلت خذ رقمك. يوجب. لا طلع من حي بدر، ما هو حي بدر، محافظة بدر، ما ادري قرية بدر اللي بين ينبع والمدينة، عرفتوها؟ الباب يسمع. حربي. مويه حق فيصل. المهم وانا اجي الرياض الا يدق علي، شلونك يا منيف؟ قلت بس شلون دراستك انت شلون؟ قال بس لك وش تغير رقمي؟ لسانه تعدل. لا والله ما تعدل، علمي به ما تعدل، وعلى وجه الرجال انا وش الاسم؟ جايه ضربه براسه ولا مسبب. طيب انا برجع واعيد خويك اللي معك. السلام عليكم. طيب. يعني صرت طيب الى الحين ترى يشكي ظهر خوي ذا اللي معي. ليه يصرفونك يا هذا؟ ما هو يصرفوني، العناية. طلع صدق العناية ما فيها ابراج، ما اقدر اكلم الا عقب ما طلعت التنويم. ما قدرت تمشي؟ انا صار لي مره موقف. قضيت؟ قضيت. ها؟ ما اقول له ملاحظه. قضيت؟ اي ما شاء الله عليك في سردك للقصص والقائك للشعر. ما نجيبك. إيه، مرتب ما شاء الله. والله ما وأحلى ما لو فيك عندي أحلى قصه ما انا الحين ما اقدر اقول. احد المطاعم انا مره قبل يوم والله لو عندي قصه وهو قال قصه